عليكم في ليدي مرمر. النهارده انا جايبه فكره صغيره لكن حقيقي مفيده جدا وبتساعدني جدا في تنظيم البيت، وهي الباسكت ده. الباسكت ده باسكت صغير اهو، باسكت صغير اعتقد كان بيتباع على انه بتاع مشابك او كده، مش غالي. انا جايباه وبلبسه كيس كده، واستخدامي ليه كالاتي: دايما انا حطاه على الرخامه جنبي وقت ما بطبخ. اي مخلفات، اي بواقي اكل، اي قشر، اي حاجه المفروض ان احنا بنرميها واحنا ما بنطبخ بحطها هنا. قشر بصل، حاجات رز عايزه تترمي، بواقي رز، بواقي خضار، حاجه انت مقطعاها وهتترمي، قشر اي حاجه هيترمي مش بتستخدميه في الاكل، ده دايما بحطه جنبي على الرخامه وقت ما بطبخ. بيساعدني جدا وبيسهل لي تنظيف المكان. افضل ما اروح للباسكت الكبير بتاع المطبخ وحاجه تقع مني، حاجه تفلت، ده جنبي بمجرد ما بخلص بلم الكيس وبرميه مكانه وبنضف الباسكت واحط واحد نضيف للطبخه اللي جايه. ممكن تعملي الفكره دي، مش لازم يكون باسكت، ممكن اي علبه بلاستيك عندك غويطه شويه تلبسيها كيس وتعملي الفكره دي. بس الفكره دي يعني العلبه دي تتعمل بس لكده، ما تستخدميهاش في تخزين اي حاجه تاني. دي كانت فكرتي الصغنونه البسيطه النهارده اللي بتساعدني في التنظيف والترتيب. بعد ما بعملها الحقيقه ما بحسش باي بهرجه في المطبخ ولا اي كركبه، ولا ان انا محتاجه انظف وحاجه وقعت مني على الارض. الفكره سهله جدا وسهل تنفيذها، ولو حبيتي تجيبي الباسكت ده فهو مش غالي جدا، تكلفته مش هتكمل 5 جنيه. وممكن كمان زي ما قلت متاح ان احنا نعملها بعلبه بلاستيك نخصصها للموضوع ده. استنوني في فيديو جديد، انا كمان هستناكم. باي باي.